واش عمرك تسألتي علاش ناس الغيوان وصلوا لقلوب الناس بهاد القوة كاملة؟ واش غير حيت كيغنيو مزيان؟ اليوم غادي نهضروا على واحد السر كبير، سر القوة ديال الناس الغيوان اللي في الحقيقة جاية من الضعف ديالهم. كيف كنقولوا ديما، ناس الغيوان ماشي غير مجموعة موسيقية، ناس الغيوان تجربة إنسانية. القوة ديالهم ماشي في الكمال، ولكن في كونهم بشر كيحسوا وكيتألموا وكيعبروا. فالفنان الحقيقي سواء في المغرب ولا في العالم كامل كيستمد القوة ديالو من داك الضعف اللي كيخبيه في الداخل بسبب الألم أو حتى الحب. حنا كمستمعين اللي كنسمعوهم كيغنيو كنطلعوهم لواحد المرتبة كبيرة، كنشوفوهم بحال شي أساطير، لكن ملي كتقرب ليهم كتلقاهم بحالنا ويمكن حتى ضعف منا. عمر السيد قال في واحد من الحوارات الصحفية كلمة زوينة كتلخص هاد الهضرة كاملة. قال حنا جايين من الأم ماشي من الأب. فالأم ماشي غير كتربي، الأم كتزرع الإحساس، الأم هي اللي كتعلمك تسمع وتحس وتشوف الدنيا بصورة زوينة. وفعلا هاد الشي اللي طرا ليا، فأنا الأم ديالي عزيزة عليا لدرجة كبيرة. وكما كتعرفوا أن الوالد سوسي، لكن الوالدة الله يرحمها أمي ضاوية كانت حمرية، وكانت ملي كيجيها الوحش لبلادها كتدور في الجبال وتغني بصوت عذب حزين، ومنها تعلمت تنهين في الموالات اللي كنغني. وباقي نعقل سنة 1957 سمعتها كتغني هاكم هي طاحت في الواد، ألا لا كاينين شي عوامة. فقلت لي هذيك الساعات اش كتقولي، اش كتغني؟ جاوباتني حتى تكبروا غادي تفهم. وكبرت على الكلمات الدارجة اللي فيها تعبير قوي وصورة عجيبة. أنا كتعجبني الكلمة اللي كتكون فيها الصورة وفيها عمق إبداعي. وماشي غير الوالدة ديالي الله يرحمها اللي عطاتني حس الإبداع، فحتى أمهات أعضاء الفرقة كان عندهم دور كبير علينا كمجموعة وكفنانين، لا من ناحية الكلام ولا اللحن. فأم بوجميع هي اللي بدات قصيدات ما هموني غير رجالي لا ضاعوا، الحيوط اللي رابوا كلها يبني دار. وهي اللي عطاتنا قصة يا وين. وزيد على ذلك أنها كانت الله يرحمها كتغني لي أنا شخصيا المقطع اللي كيقول أخي ما تلا حد يسال في حد كلها ومحرات وغاب. أما أم العربي باطمة فهي اللي غنات حلاب حلاب ويا الحليب، وغنات بزاف ديال الأغاني اللي جابتها من الشاوية وخذاها منها العربي باطمة. وأم علال كانت قابلة، ولدت نص ديال سكان الحي المحمدي مقابل شوية ديال الملح، وما عمرها خدات الفلوس. كانت مرا سميتها الإنسانية، كتخرج الأرواح الوجود كما كنخرجوا حنا كلمات من التراث الإبداع الفني. إذن حنا كنا جينا من جهة الأم، رغم أن الأب حتى هو كيتكلف الماديات، ماكلتنا وشرابنا ولباسنا، لكن الأم وطن، هي العطاء والرشد والحكمة والإحساس. الأم هي سر رهافة الإحساس اللي عندنا. فرغم قوتنا كمجموعة لكننا ضعاف من الداخل لأقصى درجة. هاد الضعف الجميل اللي كيولي قوة. وأغلبية المبدعين والمفكرين كان تأثير أمهاتهم عليهم هو السبب في غزارة الإنتاج والإبداع عندهم. وفعلا كنستنتجوا من كلام عمر السيد أن ناس الغيوان كانت كتسيرهم العاطفة أكثر، كانوا أقوياء فوق الخشبة، لكن من الداخل كانوا حساسين لدرجة كبيرة. وهذه الحساسية هي اللي خلاتهم يبدعوا ويخلوا أثر كبير في التاريخ الفني. وهذا الشيء لمسناه حتى في كتابات العربي باطمة وسيرته الذاتية. شكرا لكم على الدعم والمتابعة، ودمتم في أمان الله.